مرحبا متابعينا، بتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة دايما وابدا. السلام المحبة لكل اللي بيسمعنا واللي ما بيسمعنا على وجه الكرة الأرضية، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها. نتمنى كلكم تكونوا بخير. أصدقائي أحبائي السابقون السابقون، طمنوني عنكم، إن شاء الله أموركم تمام. شو مين وصل من السابقون، مين ما وصل؟ اللي وصل يرفع لي إيده، خليني أشوف. أنا بهتم بهاي الأشياء شوي خاصة فيني. إن شاء الله أموركم تمام. بدنا نحكي اليوم عن ظاهرة فلكية، القمر العملاق، القمر الأزرق ودلائله. له مسميات كثيرة، أنا بعرف أنتم بتحبوا الدلائل كتير، لهيك ضفنا ودلائله إن شاء الله. خاصة عند القبائل القديمة، ماذا كانوا يعتبرون هذا القمر؟ طيب، أول شيء سريعا أصدقائي بدنا نحكي أنه تشهد سماء الكرة الأرضية غدا ظاهرة اكتمال البدر في الساعة تقريبا 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبلغ نسبة لمعانه 100%، الكمال لله عز وجل. ويطلق عليه اسم القمر الأزرق باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل 4 خلال هذا الموسم أو خلال موسم. طبعا أصدقائي، الأقمار الزرقاء تحدث في متوسط مرة واحدة كل 2.5 سنين، يعني هم يعتبروها ظاهرة نادرة، ظاهرة فلكية نادرة. لكن أنا بالنسبة لي لا أعتبرها بذلك الندورة، لكن أوكي مو معتادة كل شهر، كل 6 شهور، كل 2 سنين تقريبا إنها، لكن لا تعتبر نادرة، فهي متكررة تعتبر، لكن بأفرج زمني ووسط زمني معين، والزمن بيد الله عز وجل. فكل تقريبا 2.5 سنين يؤدي إلى ظهور مصطلح القمر الأزرق، أي يعتبر نادر ما يحدث حسب جمعيات الفلك المعتمدة. والقمر يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي. وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لكن حتشوفوه هيك كبير اسم الله عليه، لذلك يبدو أنه سوف يكون يعني في العين المجردة سوف يظهر لك بأن من تاريخ 18 إلى تاريخ تقريبا 21 وكأن هذا القمر بدرا، ما بتميز كتير إنه هلأ عم يتناقص أو هلأ عم يكتمل، والكمال لله. ويعرف هذا القمر كذلك بأسماء متعددة سوف نتحدث عليها الآن بشكل بسيط وسريع مع الدلائل، خصوصا تلك القبائل الأمريكية القديمة، الهندية القديمة، المايا، انعكاساته، ماذا يفكرون فيه. بالبداية أصدقائي نأخذ الجزء الإيجابي من الدلائل، حيث كانوا بالسابق عند رؤية هذا القمر يتبشرون في موسم قمحي، زراعة القمح والحنطة وبعض المزروعات بشكل جيد وممتاز، خصوصا عند حضارة المايا. فعندما يأتي هذا القمر يقولون لك بأنه سوف يكون لدينا هنا يعني موسم للقمح والزراعة بشكل ممتاز. أما على القبائل الأمريكية القديمة، كانت تربط وجود هذا القمر لهذه الأيام، يعني لهذه اللحظات. هناك من يعتبر هذا الأمر ويؤمن به بأنه يكون هناك عملية اصطياد السمك سهلة جدا، بل حتى يقولون بأن السمك أو البحار، يعني الأسماك بشكل عام، تذهب لوحدها إلى الشواطئ كي تصطادها من كثر سهولة اصطياد السمك. فهذه كانت بالنسبة للدلائل الأمريكية القديمة. أما نأخذ الدلائل الهندية، ماذا يتحدثون الهنود عن القمر الأزرق؟ طبعا هو لون منه أزرق، ومن هنا انطلق مسمى القمر الأزرق بالنسبة لبعض الشخصيات كذلك القديمة منها الهندية. الهنود بيقولوا لك لا، هو له إيجابيات مثل ما احنا حكينا، الصيد بشكل عام على سبيل المثال، الزراعة أوكي، لكن سلبياته تكون أكثر بالنسبة، ويتشائمون القبائل الهندية القديمة من هذا القمر، حيث أن عد على إيدك. الأولى، يقولون لك بأنه سوف يكون هناك تلوث بيئي وجوي كبير جدا، ونسبة غبار مرتفعة جدا في طبقات الجو، بما تسمى الآن طبقات الجو، حتى أنها تعكس لون القمر، يبدو بأنه مزرقا بسبب هذا التلوث الشديد. وهذا يؤدي إلى مشاكل بالذين لديهم
بعض المشاكل الصحية نحكي عنها في الرئتين، الجيوب الأنفية، الحساسية. فيقولون لك أنه يصعب التنفس لكم، يعني لأعداد ليست سهلة بالنسبة للهنود في وجود القمر الأزرق بسبب التلوث الشديد. ويقولون لك بأن فرصة الحرائق بوجود هذا القمر مرتفعة جدا، خصوصي في المناطق شمال أمريكا، أي بمعنى كندا المسمى الحالي، بأنها تشتد الحرائق وتصبح بوجود القمر الأزرق يعني نسبتها تصل أنه ل 95% أن يقع هناك حرائق شديدة ويصعب إطفائها. أما يقولون لك كذلك الهنود بأن هناك لعنة لمن يولد في مثل هذه المرحلة في وجود القمر الأزرق، فيكون هؤلاء الأشخاص، يعني هي معتقدات يتحدثون بها، لهم باع شيطاني ويد شيطانية أو روح شريرة تدخل في هذه الأجساد وتصبح هي من تدل على يعني هذه الأشخاص هي من تدلها الشياطين على ما تفعل به، ما تقوم به، إلى آخره من هذه المعتقدات. أما لدينا بالنسبة لما يسمى كندا حاليا أو الشمال الأمريكي، ماذا يقولون لك؟ يقولون لك القمر الأزرق كل قمرين ثالثهما حرب، وكل ثلاثة رابعهما وباء، وكل أربعة يعني في أقمار خامسهما سلام. بمعنى هم وضعوا معادلة، يقولون لك بعد قمرين تقع حرب شديدة يذهب أو يرحل أو خسائر بشرية يذهب بسببها العديد الملايين بما معناه. ثم بعد ذلك كذلك تشتد الأوبئة، يعني تدخل في قمر أزرق حروب، ثم بعد ذلك أوبئة، تشتد الأوبئة على الأرض، ثم يعني بعض الأمور السلبية تدخل بعد ذلك في مرحلة سلام. يعني تتحدث عن سنتين ونص لو بدنا نحكي احنا عن سنتين، يعني تقريبا بعد 12 عام تدخل الأرض في محل استقرار بالنسبة لهم، بالنسبة للقبائل القديمة وما يعتقدون فيها. أما نأتي إلى الصينيين القدماء ماذا يقولون لك؟ بأن بوجود القمر الأزرق تكثر الحشرات ويزيد الجراد ويفسد الزرع وتفسد كذلك المياه وتتلوث المياه بالنسبة لهم، ويكون هناك أعوام مثل هلأ بالمسميات الحديثة بأنها متعبة اقتصاديا، كما قصة يوسف، يعني لا تشبيه عليه السلام عندما كان هناك بعض المشاكل الاقتصادية. نفس الشيء بصير بالنسبة لهم أنه هناك يعني راح يكون انخفاض كبير بالأرباح بالنسبة لهم، ويكون هناك كذلك بعض المشاكل التي تخص الزرع والصادرات والتجارة الخاصة فيهم، فهو يعود عليهم بالسيء من ناحية تلوث المياه، تلوث بحري، أي أنهم لا يستفيدون من السمك كثيرا أو الأمور البحرية، وفي ذات الوقت كمان يعني تجارة نتحدث عنها كسادية، يوجد كساد ويوجد مشاكل كسادية. إذن ما بين الحروب والأوبئة وكذلك الكساد وإلى آخره، هذه إيجابيات ودلائل القمر الأزرق سابقا عند الحضارات، والله أعلم وأحكم. حبايبي وين ما كنتم، بحبكم، شكرا لكم.